هلا ويا حلوين، شلونكم اخباركم؟ تعالوا نسوي فوانيس رمضان مثل هذا الفانوس اللي تشوفوه قدامكم بطريقة سهلة وبسيطة. راح نستخدم الاوراق الملونة اللي حجمها A4. حجم A4 هو 21 سنتيمتر في 29 سنتيمتر، باي لون تحبون، واذا الوان مختلفة راح تكون احلى. اول شي راح اسوي الحامل مال الفانوس، القطعة الفوق راح تقريبا 2 سنتيمتر من الورقة قصيتهم بشكل طولاني. بعدين جبت باقي الورقة وراح أطويها مثل ما تشوفون. تحبون تستخدمون مسطرة حتى القياسات تصير مضبوطة لما تقصون، أو حسب النظر. تركت من الصفحتين تقريبا يعني سنتيمترات، 2 منا و2 منا، وبعدين بديت أقطع الورقة بهالطريقة هذه. يعني خلوها بمسافات متساوية حتى بعدين شكل الفانوس يطلع حلو. لا تقصون الورقة للنهاية، خلوا مجال بالنهاية يبقى ما مقصوص، وحاولوا أن تسوون كل شيء نفس القياس. أنا يعني سويتها عن نظر، بس هي تطلع بعدين مضبوطة. هيك صار الشكل عندي. هسه راح ألفه بهالطريقة هذه اللي تشوفوها. مجرد ما تحتاجون هسه هذه الأطراف اللي ما قصيناها نخلي عليها صمغ، نخلي الصمغ ونلزق الطرف الثاني على هذا الطرف. وخلص صار عندي جاهز. هسه بس نجيب القطعة اللي قصيناها ونخلي عليها صمغ من الجهتين همين حتى نقدر نشيل الفانوس من عندها. اوكي، ثبتوها لأن الورقة كلش وزنها خفيف، فإذا تستخدمون الصمغ عادي، بس إذا عندكم كابسة يكون أفضل. وخلاص هيك صار جاهز. ممكن تسووا بألوان مختلفة، بس هذا الورق شوية القوي يكون أفضل. أنا سويته تقريبا ب4 ألوان، وكل اللي استخدمته هو هذا الورق وصمغ ومقص، يعني مكونات جدا سهلة. اوكي حبايب، وهسه خلصنا الفوانيس. طريقة سهلة جدا، ما تاخذ من عندكم دقائق، وكل اللي احتاجيناه هو الورق وصمغ ومقص بس. كل شيء بعد ما خليت. طبعا ممكن انه تسووها انتو يعني بطريقة احلى، انه هذا هنا ما كل اللي خليناه ما قصيناه، هذا ممكن تخلون عليه. شايفين هاي اللي نستخدمها بالخياطة، يعني راح عن بالي اسمها، اللي يكون بها تطريز او تكون بها نقشه، نخليها هنا ونخليها جوا. او ممكن نخلي صمغ ونخلي مثلا بولك، نخلي شغلات تلمع، ايش يحبوه الاطفال، او انتم مثلا اذا تحبون تزينون غرف الاطفال. عرفتوني؟ طريقة كل سهلة وهواي راح يستمتعون بيها. وهم من اشكالهم سو كيوت، يعني ذولا اشكالهم ويا الزينة اللي سويناها تحطوهم سوا في دركم مال بغرفة طفلكم، بس حتى يتعلم انه يفرح بالشهر.